سؤال بيجي لنا على الموضوع النزيف اللي ممكن يحصل بعد عملية البواسير. كلمة نزيف يعني دم بيحصل كتير بغزارة وبيكون مستمر او بيتكرر على فترات كل ساعتين ثلاثة بيتكرر، غير الدم البسيط اللي ممكن احنا قلنا قبل كده اعراض طبيعية بعد عملية البواسير ان احنا نلاقي دم بسيط في الدريسنج او مع التويلت. لكن كلمة نزيف دم بيحصل بغزارة وما بيتوقفش. علشان نعرف اسباب النزيف ده اللي ممكن يحصل بعد عمليه البواسير بنقسمه لو حصل في اول 48 ساعه من العمليه او لو حصل في فتره من اسبوع لاسبوعين. الاسباب بتختلف تماما. في اول 48 ساعه من العمليه بيكون غالبا مشكله في تكنيك العمليه نفسه او مريض عنده سيوله جامده، وعلاجه غالبا بيستدعي دخول المريض غرفه العمليات مره اخرى وعمل منظار شرجي وعلاج سبب النزيف ووقفه. اللي بيحصل بقى في الفتره من اسبوع لاسبوعين بعد العمليه بيكون سببه التهاب. التهاب بيحصل في الجروح اللي موجوده في العمليه وفي بطانه الشرج وبيسبب نزيف. وفي الحاله دي لازم المريض في الحالتين سواء 48 ساعه او بعد اسبوع من العمليه لازم يكون تحت اشراف طبي، ما ينفعش المريض ياخد علاج في البيت. لو هو من اسبوع لاسبوعين من العمليه بنبدا علاج مع المريض على طول، بنديله ابر مضاد حيوي وابر وقف النزيف فيها ترانكزاميك اسيد وبياخد محاليل، ولو الهيموجلوبين اقل من 7 جرام بيحتاج نقل دم. لو النزيف ما توقفش بالعلاج التحفظي ده المريض بيدخل على غرفه العمليات مره تانية وبنعمل له منظار شرجي وبنبص على سبب النزيف ونوقفه، وبيستمر على ادويه وقف النزيف كام يوم بعدها والمضادات الحيويه حسب الحاله طبعا وحسب حاله المريض العامه، لان احنا دلوقتي هنعرف مين هم المرضى اللي اكثر عرضه ممكن يحصل لهم الاعراض دي، هنعرفها في الفيديو اللي جاي. ولازم المريض يكون تحت اشراف طبي لحد ما الموضوع يتوقف تماما النزيف ده ويسيطر عليه. اتمنى السلامه لجميع المرضى.